حبايب قلبي، ما احنا لازم كل فترة كده نعمل أكلة بسيطة كده للأولاد. وتعالى أقول لكم، طلعت الشوربة دي الجميلة وعملت بقى المحشي. شوفوا الفرخة بتاعتنا دي جميلة جدا، وادي المحشي بتاعنا استوى اهو. بألف هنا على قلبنا وعلى قلبكم يا حبايبي. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نسمي وتعالوا معايا شوفوا التسويقة اللي أنا جبتها وتكلفتها كام بالظبط، وكل حاجة بصراحة ما بكدبش عليكم فيها. ايه رأيكم في الأكلة الجميلة بتاعتنا؟ ادي التسويقة بتاعتنا. انا جبت كيلو ونص طماطم، كيلو بتنجان، كيلو كوسة، كرنباية، بصل كده يا جماعة. الراجل بينقيه ويحطه على جنب. جبت منه شوية طبعا هيتفرم في الكبة. معانا فلفل اهون طبعا جميل رومي. وجبت برضو تحت الفلفل ده شنطة فلفل صغيرة كده هخللها ان شاء الله. وادي الخضرة بتاعتنا. كل ده كله على بعضه يا جماعة، والكرومبا وكله بالظبط. وبصراحة 120 جنيه. 120 جنيه جبت شوية المحاشي دول من غير الفراخ طبعا. تعالوا هنا بقى للكرنب وسليق الكرنب. الناس اللي بتخاف تسلق الكرنب، انت خلي عينك على الكرنباية. هتحط المية، هتحط عليها معلقة الملح، وبعد كده شوية كمون. وبعد كده لما تغلي تعملي الكرنبة بتاعتك وتقوريها وتظبطيها وتنزلي بيها. وما تسلقيش الكرنب قوي، واحدة واحدة كده، وتطلعيه نص السلقة تحطيه على بعضه فهيسوي نفسه. احنا فرمنا 5 شوية بصل كده حلوين في الكبة، وبعد كده نزلنا بيهم اهون في الحلة بتاعتنا. بعد ما احمرت زي ما انتوا شايفين كده وخدت اللون الاصفر، قطعت 5 فصوص من الثوم صغير وحطيتها عليها. هي دي الخلطة بتاعتي يا جماعة المعتمدة عندي، اللي بحب اعملها بيها المحشي على طول. طبعا عملنا عبارة عن كيلو وربع من الطماطم، فرمته كويس زي ما انتوا شايفين. انا فرماه في الكبة يا جماعة وفرمته جامد وطلع حلو وجميل اوي الفرم بتاع الكبة. ان الخلاط بتاعي بايظ والحمد لله. طبعا هنا دي ايه اللي بتحطيها دي يا ام رحيم؟ معلقة سكر يا جماعة في الصلصة، عشان تاكلي المحشي كده وانت مبسوطة، ولا يعمل لك حموضة ولا يعمل لك اي حاجة. التكة دي جميلة جدا وسهلة. وبصوا شوفوا جمال. طبعا ايه انا حطيت دلوقتي ايه؟ معلقة كمون، البهارات العادية خالص يا جماعة. وده برضو دي نص معلقة شطة، عشان ما عنديش فلفل حامي فحطيت نص معلقة شطة، وما كانش حامي ده كان عايز معلقة كاملة. الشطة طلعت برد. ومع الكمون مع الفلفل الاسود مع الملح. وادي احنا ظبطنا الدنيا وسلقنا الكرنب. وادي الحشو بتاع الكوسة ده يا جماعة بحطه في الحلة من تحت بتاعة الكوسة والبتنجان اللي بحشي فيها البتنجان والكوسة. اهو شفتوا الفلفل ده الجميل ده؟ طبعا هنظبطه كده وهنحشيه برضه يبقى طعمه جميل جدا. الخضار، خضار الشتاء جميل جدا جدا يا جماعة، يشجع ان الواحد يعمل اكل. تكلفة بتكلفة نعمل اكلة كويسة لأولادنا تبقى مشبعة وسهلة. وادي الخلطة بتاعتنا. الرز يا جماعة انا بجيب الرز اللي هو بيجي مغسول النضيف، ما بغسلوش بنزله على طول في الحلة. وادي الخضرة بتاعتنا. ده عبارة عن 4 ربط خضرة، 2 شبت، واحدة كزبرة، واحدة بقدونس. ده غسله كويس وتنقعيهم كويس. عندك خل، حط شوية خل، ما تسيبوش اكتر من 5 دقايق، وبعد كده تشيليه وتغسليه وتنقعيه وتسيبيها تنزل المية اللي فيها كلها وبعدين تخرطيها. وادي الخلطة بتاعتنا. والله والله التصوير ظلم، الخلطة كانت حمرا وجميلة جدا. وطبعا الملح. ادي الفرخة بتاعتنا طبعا انا غسلتها كويس وظبطتها بالملح وبالليمون. قعدتها حوالي نص ساعة. وعلشان الفرخة بتاعتك تستوي وتبقى جميلة من فوق كده من عند الصدر بالسكينة وتغرزيها. تعالى اقول لكم بقى بنطلع شوربة جميلة ازاي. طعمها جميل وريحتها تفحفح كده في البيت كله في الشقة. بصلاية وعليها فرمتها كويس في الكبة او تبشريها في المبشرة، وحطيت عليها نص معلقة فلفل اسود مع نص معلقة كمون مع سنة ملح كده صغيرة. وبعد كده تبلت بيها الفرخة زي ما انتوا شايفين كده، من جوه ومن بره ومن عند اللحم كده من جوه والحواجي اللي معاكي برضو بتاعت الفرخة تظبطيها كده. هتديكي طعم جميل جدا للشوربة، هتشربيها انت الشوربة هتعجبك. بعد كده نكون جهزنا الحلة بتاعتنا ونزلنا بالفرخة اديناها الصدمة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا كل حاجة قدامكم اهم يا حبايب قلبي. وادي المحشي الجميل بتاعنا اهو، قولوا له رأيكم كده.
وده انا كنت خلصت البتنجان والكوسه، معلش ما وريتهوش لكم، حبايبي شافوه قبل كده كتير. بحبكم في الله يا حبايبي. وادي المحشي بتاعنا خلص اهو. شوفوا الجمال والحلاوه. ومتشجعه كده وتنشطي، تكلفه بتكلفه. يعني الاكله دي يا جماعه بصراحه كده كلفتني حوالي 350 جنيه، عشان ما نكدبش على بعض. 120 جنيه خضار، وجبنا الفرخه بقى 350 جنيه، وشويه زيت والرز والكلام ده بالظبط 350 جنيه. الحمد لله على نعمه ربنا، الاكل ده تكفيك يومين. فالحمد لله على نعم ربنا. كل يوم عايز اكل، فحاولي تعملي اكله كويسه وجميله ومشبعه لولادك. قولوا لي رايكم في التعليقات، ما تنسونيش في اللايكات والمتابعه، فضلا وليس امرا يا حبايبي. بصوا الجمال والحلاوه. ايه رايكم بقى؟ يلا قومي اتنشطي كده وما تكسليش، واعملي اكله حلوه كويسه، واعملي طريقه مطبخ ام رحيمه تعجبك. الطعم روعه، الريحه اجمل. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ ما تنسونيش في التعليقات وفي اللايك الجميل منكم. بحبكم في الله. شجعوني اكتر. لو نفسكم في اكله قولوا لي نفسنا في كذا يا ام رحيم. ويا ريت، ويا ريت نصلي على النبي ونسبح ونسمي بالله كده واحنا بنعمل اكلنا. ومع الف سلامه يا حبايب قلبي.